أهلا وسهلا فيكن، رجعت لكم بفيديو جديد. كيفكن؟ شو أخباركن حبايب قلبي متابعيني؟ إن شاء الله تضلوا بخير دائما. اليوم الأكلة جدا لذيذة وأنا متأكدة الكل بحبها. إن شاء الله تعجبكم طريقتي باليبرة أو الورق عنب أو الدوالي مثل ما بتتسمى عندكم. أول شي رح أجهز اليبرة اللي استخدمته يبرة مملح. إذا كان يبرق مملح طبعا بننقعه قبل بيوم، بنضل نغسله لحتى تروح ملوحته، ممكن بالفريزر أو يكون أخضر. وبعد كل كيلو يبرق بيحتاج معنا لكيلو رز. إذا كنتي بدك يعني اليبرق تكون مليانة رز، إذا بتحبي أقل ممكن، بس يعني تقريبا الكيلو اليبرق بياخد كيلو رز كامل. وهلأ رح بلش جهز الحشوة. الرز طبعا منقوع ومغسول وصفيته. وهلا رح بلش نضيف البهارات. رح اضيف اول شي معلقة كبيرة من الملح وحسب الرغبة طبعا الملح، ورح اضيف نص معلقة من الفلفل ونص معلقة من الكركم. الكركم رح يعطيه لون أصفر إذا بتحبوه، واختياري طبعا الكركم، ومعلقة كبيرة من العصفر. والزيت جدا جدا مهم بأي حشوة بتحبي إنك تستخدميها، يبرق أو كوسة أو باذنجان، أي حشوة بتحبي إنك تساويها لازم تحطي زيت مشان يطلع الرز مفلفل. بيطلع الرز كتير ظريف. وبعدها ضفت اللحمة والدهنة. اللحمة اختياري طبعا حسب متوفر عندك، والدهنة كمان اختياري حسب قديش بتحبي دسامة اليبرق. في ناس كتير بتحبه دسم لهيك بتكتر كتير دهن، وفي ناس بتقلل حسب الرغبة طبعا. هاي الشغلة بتعود لإلك. وبعدها بلشت بلف اليبرق. مثل ما شايفين لف اليبرق بياخد وقت منيح، بس أكله سريع. بس الوحدة وقت بتكون عم تعمله لعيلتها عن جد بيكون شغله سهل وبكل حب بيتساوى، لهيك ما بتحس بالوقت. طريقة لف اليبرق طبعا معروفة، بس في ناس جديدة على شغلة لف اليبرق. شوفي معي إذا بتحبي شلون طريقة لف اليبرق. طبعا الحشوة اختيارية ورقة العنب، ما تكون كتيرة مشان ما يطلع منها الرز، ولا تكون قليلة كتير. مثل ما شايفين هيك كتير مناسب حجمها. إن شاء الله يا رب هيك تكون نالت إعجابكم وصفتي لليوم. خليكم بالفيديو لا تروحوا لبعيد لنكمل الطبخة مع بعض لحتى تاكلوا معي أطيب يبرق ممكن تعملوه بكل حياتكم. اليبرق اللي بعمله عالمي بشهادة الجميع. إن شاء الله يا رب ينال إعجابكم ونكمل الفيديو مع بعض. هلأ أنا عم لف اليبرة طبعا، بس لخلص الكمية رح ورجيكم شلون صار آخر شي، وشلون رح نطبق الأكلة ونحطها على النار. وهيك خلصت لف اليبرة، الحمد لله ما أخذوا معي وقت كتير. وهيك شكلهم كانوا. طبعا في منهم حسب الورقة، في منهم بتكون ورقة كبيرة بيطلع الحجم اليبرة أكبر، وفي منهم ورقات صغار. هلا رح نبلش نطبق الطبخة. ممكن تطبخوه بطنجرة الضغط مثل ما بتحبوا، فيكم تطبخوه بالطنجرة العادية. أنا بفضل بالطنجرة العادية. أول شي حطيت صفة بطاطا، وبعدها حطيت العصايص الكمية اللي انتي بتحبيها طبعا. وبعدها طبقت اليبرق بهاي الطريقة. في ناس بتحب تربط اليبرق، وفي ناس بتحب تصفه بالطول أو هيك دائري، مثل ما بتحبي فيكي انك تصفي اليبرق. وبعدها حطيت طبعا لا غنى عن روس الثوم بقلب اليبرق، مهم كتير بيعطيها طعمة كتير طيبة. وبعدها هلا رح بلش اضيف للمي اللي بدي احطه فوق اليبرة. رح اضيف معلقة من الملح، ورح اضيف كمان معلقة من حمض الليمون او الليمون مثل ما بتحبي. انا بحب حمض الليمون حطه لاكله اليبرة بيعطيه حموضة اكبر. وراح نضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل. وهي الطريقة ممكن انك تحطي الحمض على البارد وممكن على السخن بس ليقرب يستوي. اذا بتحبي بس يقرب يستوي بتضيفي الحمض الليمون، وممكن انك تضيفيه على البارد حصرا، اما بنص الطبخة يعني ما بتقدري تضيفي الحمض الليمون، لانه وقت بتضيفيه بتقسى الورقة وبتقسى الرز، لهيك لازم يا على البارد يا آخر شي بعد استواء الطبخة على الأخير. هلا انا رح بلش تقل اليبرة وحطه على نار اول شي عالية لحتى تغلي المي، وبعدها بنوص الغاز على انوص شي، وبياخد معي وقت تقريبا ساعتين كاملين. اليبرة اللي استخدمته ما بياخد وقت طويل على الغاز، لهيك بدك على حسب نوعية اليبرة لازم بعد ساعة
تشوفي اليبرة إذا استوى أم لا. يعني كل شوي تشقي عليه لتشوفي إذا استوى. ممكن فجأة تلاقيه استوى كتير وطلع منه الرز، لهيك بده مراقبة. وبهذا الوقت صار اليبرق وجهز. لهيك حبيت أعمل صوص اليبرق اللي بنعمله جنبه، طبعا اختياري. بنحط لبن وفينا نضيف سنتوم معه، وبنحط من مرقة اليبرق اللي ساويناها بنحطها فوق اللبن، بنحركهم بهي الطريقة وبصير معنا صوص كتير طيب جنب اليبرق. وهيك بتكون أكلتي صارت جاهزة وعالمية. ريحة اليبرق طبعا وصلت لآخر الشارع. إن شاء الله يا رب تكون نالت إعجابكم طريقتي. حبيت تورجيكم طبختي لليوم بطريقة سهلة وسريعة. إن شاء الله تكون نال إعجابكم الفيديو، ولا تنسوني من تعليقاتكم وتعطوني رأيكم بأكلة اليوم. وإن شاء الله أكون ذكرتكم بأكلة حاكم. هالوقت كتير عم نستصعب نفكر بالطبخ، لأنه كل ما قربت الشتوية بتصير أفكار الطبخ قليلة كتير. لهيك بدنا نبلش نطلع من المونة اللي عنا لحتى نطبخ لبيتنا، لأنه بتعرفوا بالشتاء ما في كتير أنواع كتير للطبخ. لهيك أنا أول شي حبيت بلش باليبرق. إن شاء الله يا رب يكون نال إعجابكم. عن جد طالع عالمي. بنصحكم كتير إنكم تعملوه لأولادكم، لأن متأكدة كلهم بحبوه. وإذا كنتي متابعة جديدة ومشتركة جديدة بالقناة، يا ريت تتركي لي تعليق لحتى أتنور فيكم حبايب قلبي كلكم. إن شاء الله تضلوا على طول بخير وألف صحة وعافية عليكم كلكم. إن شاء الله سنة خير علينا جميعا يا رب. بتمنى لكم الخير والسعادة دائما. وإن شاء الله ألف صحة وعافية للمرة الثانية، وبأمان الله.